تعالوا بقى نعمل مع بعض فطير بجد خطير من غير بقى عجين ولا فرد ولا اي حاجة. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. يلا بينا. واول حاجة معانا هنبتدي نحضر للحشوة بتاعتنا بتاعة الفطير. اول حاجة هبتدي احط نص لتر لبن كده على النار، وهنزل عليه على البارد بنص كوباية من السكر ونص كوباية من بودرة الكاسترد. ولو ما عندكيش بودرة كاسترد تقدري تستبدليها بالنشا. هنقلب كده كويس جدا، بس انا عايزه اقول لكم بودره الكاسترد هتديها طعم حلو جدا. هنقلب كده لحد ما القوام هيتقل معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفينه. هو ده القوام المطلوب بتاعنا. وبعد كده بقى هيبتدي يعمل معايا كده فقاعات، هبتدي اطفي النار عليه، ويفضل ما سيبوش من التقليبه عشان ما يتحرقش او يتلسع معانا. تعالوا بقى هنا نشوف الفطير بتاعنا اللي بجد خطير ده هنعمله بايه. بصوا بقى يا بنات، ده عيش صاج اللي احنا بنستخدمه للشاورما. ممكن بقى يا حبايبي نستخدم ايه؟ نستخدم الرقاق برضو الطري. هبتدي ادهنه كده من الجنبين وهتنيه كده بالشكل ده، وابتدي كمان احط فيه واحده من النص كده، بكون قسماها كده 2 علشان لما اجي احط الحشوه ما يبتديش ان هو يطرى معايا. بنزل بقى كده بنص كوبايه من الحشوه اللي احنا عملناها. بصوا كريميه بقى وخطيره بجد. هبتدي بقى افردها كده شويه، وابتدي ان انا اطبق كده العيش بتاعنا بالشكل ده، واروح دهناه كده دهنه من الزبده. ممكن لو حابه تستخدمي سمنه بلدي تقدري تستخدميها. بحطها بقى في الصينيه بتاعتنا اللي احنا طبعا هندخلها الفرن او الصاج، وهنا بقى بنعمل الكميه اللي احنا عايزينها. الخطوات اهي بالراحه جدا وبكل سهوله. بصوا انا عملت دي كده شكل تاني، فردتها وحطيت عليها كده من النص واحده وقفلتها، وبعدين بقى ابتديت ان انا ادهنها تاني واطبقها كده بالشكل ده، وابتدي ان انا اقفلها. دي برضو طريقة تانية سهلة لو انتوا حابين. ادي بقى شكله معانا. بصوا عملت قد ايه؟ عملت حوالي 5 بالشكل ده كده، بألف هنا طبعا وشفا. ويا ريت يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. هدهنها بقى، وهكون مشغلة الشواية في الفرن. مش هشغل الفرن، هشغل الشواية. وابتدي بقى بعد ما دهنتها واديتها دهنة كده هبتدي ادخلهم. هتقعد معانا بالظبط الوش يتحمر، ممكن بقى يقعد معاكي 10 دقايق 5 دقايق حسب طبعا الفرن بتاعك ودرجة حرارته تكون او الشواية تكون عالية ولا لا. بعد كده هبتدي ان انا اطلعه وابتدي اقلبه بقى على الناحية التانية، واديله برضو دهنة كده من الزبدة. عايزة اقول لكم هتديله طعم خطير. طبعا اسهل فطير هتعملوه بجد تحفة تحفة. عجبهم ينفع كده تتعشوا كده بيه، او لو عايزة تاكلي حاجة حلوة بجد تحفة. دخلته تاني الفرن وطلعته بقى بالشكل والجمال ده، بقى طري من جوه ومقرمش. عايزه اقول لكم من بره بجد خطير. وجيت بقى هنا رحت جايبه بقى واحده اللي انا هقدمها، رحت حاطه عليها كده سكر بودر. طبعا تقدري بقى تحطي زي ما انت حابه وتزودي الكميه. وهنا بقى لبن معانا يكون سخن بجد. بقى الموضوع بصوا خطير خطير خطير. احلى فطير بجد يعني، واسهل وابسط فطير. يعني محدش بقى يقول لي ايه هنعجن ولسه لا بصوا سهله جدا. بصوا بقى قطعتها كده، واللبن خلاه بقى طري معانا. وكل طبعا ما بيقعد بيبقى قطره كمان. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا. اسهل مره او اسهل وصفه تعملوها للفطير. طعمه حلو وسهل وبسيط وكمان سريع. عجبهم جدا جدا. طبعا انت كل بقى ما تيجي تقدمي واحده تحطي عليها اللبن. لو مش هتقدميها ما تحطيش عليها اللبن دلوقتي علشان ما تطراش معاكي وتبقى طريه. انا سبت بقى التانيين دول وخدت بقى واحده كده ليا، وقعدت بقى حطيت عليها السكر وظبطتها. بألف هنا وشفا. جربوها يا بنات وقولوا لي رأيكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.